ثانويه عامه. لو الفيديو ده ظهر لك قبل الامتحانات ب 20 يوم فاعتبرها اشاره ليك وكمل الفيديو لحد الاخر. مبدئيا كده حابه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. ده اول فيديو اصوره فعليا بعد تعبي، ولحد دلوقتي صراحه تعبانه وبعمل جلسات علاج طبيعي علشان عضلات ايدي ضعف جدا لدرجه ان انا ما اقدرش امسك بيها حاجه. ولكن يعني انا حسيت براحه نفسيه اول ما بدات اصور، حاسه ان انا رجعت تاني شويه كده من حاله الاكتئاب اللي انا كنت فيها. اول حاجه عايزاك تعرفها ان مش انت الوحيد اللي ما بداتش، طلاب كتير جدا 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 ما بداتش. طيب الطلاب دي بتعمل ايه دلوقتي؟ الطلاب دي دلوقتي بتذاكر، الطلاب دي دلوقتي مش بتصيح، الطلاب دي دلوقتي قالت انا عندي ثقه بل يقين بالله، انا عندي يقين بالله ان انا لو تعبت الفتره دي ان شاء الله ربنا هيكرمني. وعايزه اقول لكم ابدا ان هي مش مقياس اللي بدا من اول سنه يجيب مجموع واللي بدا في اخر السنه ما يجيبش مجموع والكلام ده. ياما ياما وانت اكيد مره على حد في عيلتك او حد من اصحابك او حد من جيرانك او ايا كان تعرفه كنت شايفه دحيح طول السنه في ثانويه عامه وفي الاخر ربنا كتب له حاجه ثانيه او غير اللي هو كان نفسه فيه نهائيا. ولو سالته دلوقتي هيقول لك لو رجع بيا زمن هختار نفس المكان. فمبدئيا عايزاك تشيل من مخك فكره ان انا دلوقتي لو بدات متاخر اكيد مش هتساوي اللي بدا من اول السنه، لانها ابدا مش قاعده اللي بدا من اول السنه يجيب مجموع واللي بدا اخر السنه ما يجيبش مجموع. تمام، دي حاجه. تاني حاجه بالله عليك خلي عندك يقين تام. عارف انت يعني ايه يقين؟ اللي انت واثق. عارف مثلا لو انا سالتك دلوقتي قلت لك 1 زائد 1 كام هتقول لي ايه؟ هتقول لي طبعا ايه السؤال التافه ده؟ اسال، ما اكيد بيساوي 2. نفس الفكره، انت متاكد ان هي 2. لو بص لو مليون واحد قالوا لك لا 1 زائد 1 مش بيساوي 2 هتقول لهم لا ازاي 1 زائد 1 متاكد مليون في الميه يساوي 2. نفس الفكره، عندك يقين تام، دعيت ربنا بحاجه ربنا هيحقق لك ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا كنت امبارح في المستشفى كنت بكشف على ايدي، فالمهم كنت بكشف جراحه، يعني عمل لي اختبار كده، فطبعا ما عرفتش احرك ايدي خالص، فقال لي في عندنا احتمالين، يا اما عندنا خراج مسبب الورم ده، يا اما حاجه في العظام. طبعا اول ما سمعت ان في يعني في اوبشن يعني قال لي خراج، انا عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم انا ساعتها كنت لابسه السبحه، قعدت ادعي. المفروض ان احنا رايحين تاني عند جزء العظام، رايحين تاني عند الدكتور بتاع العظام عشان اعمل اشعه واشوف فعلا الموضوع عظام ولا لا. لو ما طلعش عظام هيكون خراج وراح اعمل افتح ايدي والكلام ده. انا عماله ادعي من ساعه ما طلعت من الدكتور بتاع الجراحه لحد ما اوصل للدكتور بتاع العظام، يا رب تطلع عظام، يا رب تطلع عظام. اهم حاجه ما تطلعش خراج، يعني اهم حاجه ما يفتحوش ايدي تاني. اصلا كنت بقالي شهر بتعذب بجد من ساعه ما اتفتحت ايدي. ففكره ان انا افتح ايدي تاني دي كانت بالنسبه لي اللي هو ايه، عذاب. عماله ادعي يا رب يا رب يا رب توكلت، يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، عماله بجد عماله ادعي كده. فالمهم رحت عند دكتور العظام، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما طلعش خراج، الحمد لله. اهم حاجه ما طلعش خراج بس ما طلعش عظام برضه، يعني طلعت حاجه ثالثه خالص. الموقف بس حصل معايا امبارح، لكن كميه المواقف اللي انا بمر فيها في حياتي كميه مشاكل، ودايما يقول لي يا رب يا رب يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، يا رب توكلت عليك. حرفيا حرفيا اقسم بالله يا جماعه انا بتفاجئ ان المشكله بتتحل لوحدها. عارفين دايما اللي هو ايه لازم ناخد خطوه، لا بس في حاجات كتير جدا انا بدعي بيها المشكله بتتحل تلقائيا لوحدها، لمجرد بس ان انت توكلت على ربنا، لمجرد بس ان انت عندك يقين ان ربنا قادر يحقق لك الحاجه دي. مفيش حاجه اسمها مستحيل. كان باقي حوالي 20 يوم، اكتر من 20 يوم بس احنا نقول 20 يوم عشان في كام يوم للمواد الغير مضافه. 20 يوم وانت عندك 5 مواد، لو اديت 4 ايام ماده بس فعلا 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 عندك يقين من جوه ان انت قادر، وان انا تحدي بيني وبين نفسي مش هضيع ثانيه في الاربع ايام دول غير لما اخلص الماده اللي انا حددتها لنفسي، هتخلصها. انت بس توكل وخد خطوه وربنا هتلاقي بيوصل لك الامور. هتلاقي ايه ده في فيديو مراجعه نزل المستر قال هيلم الدنيا تاني، ايه ده في معسكر المستر عامله قال هيشرح تاني العربي من الاول، هيشرح تاني الانجليش في الاول، ايه ده انا لقيت الملخص كويس جدا لامم الماده. انت بس ابدا هتلاقي الدنيا بتتيسر لك، هتلاقي بص حاجات انت اصلا ما كنتش حاسبها عماله تطلع لك. ممكن اصلا المدرس انت ما تعرفوش خالص وانت بتقلي في اليوتيوب كده يظهر لك تسمع منه وتفهم تلاقي نفسك بتعرف تحل. تبدا من النهارده، الفيديو ده ظهر لك النهارده ابدا، الفيديو ده ظهر لك بكره ابدا، الفيديو ده ما ظهرلكش ابدا برضه الله اعلم هتشوفني ازاي بس ابدا. اتمنى اكون رجعت لك ولو حتى 1% من الامل. اتمنى يعني انا لو في شخص بس بدا عن طريق الفيديو بتاعي وذاكر والحمد لله ربنا كرمه وجاب مجموعه، ربنا حتى كرمه بكليه هو ما كانش حاططها في الحسبان، دي في حد ذاتها حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، ان ربنا جعلني وسيله لمساعده الشخص حتى لو بفيديو حتى لو بكلمه. مش شرط يعني اقعد اذاكر لك المنهج، ولكن لو بكلمه حتى فالكلمه الطيبه صدقه. الفتره دي اهم حاجه تعملها ان تكون اطرش واعمى، يعني ما اسمعش اي حد بيحبطني. اصل انت دلوقتي هتلاقي برده واحد في الكومنت بيقول لك ايه ازاي بدات ليله الامتحان وجبت 99%، هل ده بيشجعك؟ لا ده بيحبطك عشان اقول لك ايه ده مستحيل، ما تبداش يا عم فكك. هو بجد هو عايز يقول لك كده. الفتره دي ما تحاولش تسمع لاي حد يحبطك، ما تحاولش تشوف اي كومنت يحبطك، ما تحاولش تشوف اي فيديو يحبطك، عشان دلوقتي في فيديوهات كتير بتظهر لك ازاي حليت 300 شامل. 300 شامل اللي حلته الشخص اللي حل 300 شامل ده ما فيش احتمال واحد ان هو كان بيحل من اول يوم في السنه 300 شامل ده. فدلوقتي كل اللي عليك انت توكل على ربنا وتبدا تذاكر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله باذن الله هتلحق. بس طبعا ما تنسوش تدعوا لي لان بجد تعبانه، وبرغم من ده طلعت اصور لكم فيديو عشان حبيت اتكلم معاكم وحسيت اصلا ان انا ارتحت مجرد ان كلمت معاكم. بجد انا حاسه ان انا مرتاحه، انا كنت امالها بحديد مش عارفه ازاي بس حاسه نفسي ارتحت. فما تنسوش تدعوا لي معاكم، بحبكم جدا جدا، وافتكروا ان اختكم سلمى هلال معاكم لحد ان شاء الله ليله الامتحان.